طبعا بعد ما انا عملت الخليط اللي قدام حضراتكم ده ببدا ان انا اقلبه كويس في بعضه كده. اقول لكم طبعا على المقادير تاني واحنا بنحوج، قلنا ان احنا هنجيب ربع كيلو كريم شانتيه، تمام، ويفضل ان هو يكون كريم شانتيه درجه اولى اللي هو سواء كان الهايبر او المتحده، تمام. وبجيب معايا ربع كيلو سكر بودر، وبجيب معايا 100 جرام من الكوفي من نسكافيه البلاك، وبرده في تيست اخير هنضيفه دلوقتي لسه هقول لكم عليه، تمام. التيست ان انا باخد معايا معلقتين فانيليا. طب انا مثلا محتاج طعم الكراميل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعينا الكرام في كل مكان، بحبكم في الله. طلبتوا مني كتير اعمل لكم تحويجه الكوفي ميكس، ازاي نعمل القرفه وازاي نعمل الكوفي ميكس والهوت شوكليت. النهارده هنبدا مع بعض نعمل الكوفي ميكس. جبت لكم المكونات سهله جدا، هقول لكم على المقادير مع بعض كده بسرعه، وبعد كده اقول لكم على طريقه التحضير. اول حاجه هجيب معايا ربع كيلو كريم شانتيه. ثاني حاجه هجيب معايا ثالث حاجه هجيب معايا ربع كيلو لبن بودر. رابع حاجه هجيب معايا 100 جرام نسكافيه بلاك. يلا بينا نحوج مع بعض ونشوف هنعمل ايه. رجعنا لكم تاني متابعين الكرام، لو اول مره شفتني ما تنساش بالله عليك تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. بحبكم في الله، وتصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات. لايك بالله عليكم دعما منكم يا احباب. اول حاجه هجيب المطحنه بتاعتي، تمام. لو انت ما عندكش مطحنه بضيف اللبن بودره، ده طبعا اللي هو النسكافيه بلاك، تمام. بستخدم منه قيمه 100 جرام. هجيب انا اللي هو السكر البودر ربع كيلو، تمام. وابدا ان احطه في المطحنه عندي، واحط عليه قيمه 80 جرام، قيمه 80 جرام كده، واسيب معايا قيمه 20 جرام عشان هستخدمهم في التحويجه تاني. ونبدا ان احنا ننعمه مع بعض ونخليه كخليط او كمزيج مع بعضه كده. وبكده يبقى احنا نعمناه مع بعض كويس تاني. وابدا ان انا اجيب حاجه زي كده هبدا احول فيها، واضيف المسلوق هنا معايا هنا بالشكل ده. وابدا ان انا اضيف الربع كيلو كريم شانتيه برضو كده، واضيف الربع كيلو لبن بودر. وتعالوا بقى نقلبه مع بعض ونشوف هنعمل ايه. طبعا بعد ما انا عملت الخليط اللي قدام حضراتكم ده ببدا ان انا اقلبه كويس في بعضه كده. اقول لكم طبعا على المقادير تاني واحنا بنحوج، قلنا ان احنا هنجيب ربع كيلو كريم شانتيه، تمام. ويفضل ان هو يكون كريم شانتيه درجه اولى اللي هو سواء كان الهايبر او المتحده، تمام. وبجيب معايا ربع كيلو سكر بودر، وبجيب معايا 100 جرام من الكوفي من نسكافيه البلاك، وبرده في تيست اخير هنضيفه دلوقتي لسه هقول لكم عليه، تمام. التيست ان انا باخد معايا معلقتين فانيليا. طب انا مثلا محتاج طعم الكراميل، باخد ان انا بجيب هنا معلقتين فانيليا، ادي واحد، خلاص، 2 معلقتين فانيليا عليه. بعد كده ببدا ان انا اقلبه كويس في بعضه، تمام. كده احنا عرفنا المكونات تاني. ربع كيلو كريم شانتيه، عليه ربع كيلو سكر بودر، عليه ربع كيلو لبن بودر، عليه معلقتين فانيليا، عليهم 100 جرام اللي هو الايه النسكافيه البلاك. بعد ما اخدنا 80 جرام من النسكافيه البلاك هجيب انا معايا هنا الكميه الاخيره اللي انا اخدتها، الكميه الاخيره، وعليكم السلام، الكميه الاخيره اللي انا اخدتها اللي هو ال 20 جرام من النسكافيه البلاك. وابدا ان انا اطحنهم كده بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، تمام. اخليه كشكل حبيبات، كشكل حبيبات كده، تمام. وابدا ان انا اقلبه بشكل كويس زي ما حضراتكم شايفين كده مع بعض. طريقه جميله وطريقه سهله جدا جدا جدا. وبكده يبقى احنا عملنا مع بعض الكوفي ميكس، وصحتين على قلبكم. بيرفكت.